ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى عملنا احلى صينية سمك في الفرن بالسمك البلطي. انا الصراحة اول مرة اجربها بالبلطي، بس عايزة اقول لكم خطير 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 بجد، جميلة جدا جدا جدا، ويمكن احلى كمان من المكريل والبوري لما يتعملوا في الفرن. تعالوا بقى نسمي الله كده ونصلي على النبي في الكومنتات، وقولوا لي ايه رأيكم، وما تنسوش اللايك. ولو انتي اول مرة تشوفيني، انا نهى. وما تنسيش بقى تشتركي عندنا وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. احلى صينية سمك بجد بجد دقتها في حياتي من سمك البلطي. يمكن كمان انا ما كنتش بحب صينية السمك بالبلطي، بس انا بحب البلطي دايما مقلي، بس طبعا عشان الجو حر ونغير، مش كل ما هنجيب البلطي لا هنقليه. بجد بجد عايزه اقول لكم ان خطير قوي 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 مع الخضار ده كله. تعالوا بقى معايا، حوالي هنا 5 سمكات منضفهم كويس وغسليهم، وراجل هو منضفهم لي. وطبعا انتي بتعيدي عليهم وبتنقعيهم في شوية خل وملح، وبعد كده تغسليه، وبعد كده تصفيه في المصفى. سهل جدا وبيتعمل بسرعة ومفيهوش اي اختراعات. يا دوبك بس بتشرحي كده السمك بالسكينة علشان انتي بتحضري له تتبيلة السمك اللي هي لأي تتبيلة سمك هتقليه هتعملي صينية هي. بس بحب ادخل كده ما بين، يعني ما بين الجلد كده، عشان احس ان هو كله متطعم. وكل ما انتي سبتيه في التتبيلة حبة شوية قبل ما تدخليه الفرن، كل ما السمك اتطعم اكتر واكتر وبقى خطير. زي ما انتوا شايفين ال5 سمكات انا كنت جايبة 2 كيلو، وشلت 2 نقليهم كده. التتبيلة بقى معايا هنا توم مفروم، وعليه المعلقة اللي احنا هناكل بيها دي. فلفل انا برضو فرماه وحطاه في الفريزر، لما بعوز اعمل حاجة فيها تكون سبايسي بطلعها. ونزلت بمعلقة من المستردة بتدي طعم خطير للسمك، ومعلقة كبيرة من بهارات السمك، كنا جايبينها من مطروح السنة اللي فاتت لما كنا مسافرين. بهارات مطروح جميلة قوي يا جماعة بجد. ومعلقة ملح، وبس على كده. وتعصري لك بقى كام ليمونية كده، 3 4. السمك بيحب الليمون جدا جدا جدا. وطبعا ما ترميش قشر الليمون، ما ترمهوش، انا بحطه على السمك من فوق، منها بتديله اي، مش هتضيفله حاجه غير ان هي تديله منظر. تمام. وكمان ممكن تستخدمي قشر الليمون ده لو انتي هتقلي السمك، مش بيطلع ريحه زفاره قوي يعني. اهم حاجه انك تكتري الليمون. وعايزه تحطي حبه كمون على التتبيله دي، حطي مش هتقول حاجه. وبزودها حوالي ربع كوبايه ميه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب كويس جدا جدا، تقلبي كويس جدا علشان كل التوابل دي تكون دابت مع بعضيها. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا، ما تنسيش تعملي لايك والتعليق، وما تنسيش تشتركي لو انتي اول مره تتفرجي عليا، وتصلي على النبي اهم حاجه. انا بشوف تعليقاتكم بجد بجد، بفرح من التعليقات الجميله جدا. وقولوا لي بقى انتوا بتعملوا برضو السمك مقلي، ولا برضو بتعملوه في الصينيه، ولا بتعملوا الاتنين، وانهي نوع بتفضلوه. كده التتبيله بتاعتي خلصت. هفرش ايه بقى تحت؟ بقطع بقى، ببشر جزر، بصل بقطعه زي ما انتوا شايفين، بطاطس، طماطم، اي حاجه. ليه انا بقطع بطاطس؟ بعمل كده شوية رز، احط بقى من التتبيلة دي، من الخلطة دي على الرز، تديها طعم ايه في الجمدان. فريش كويس. تنزلي مثلا بحبة زيت برضو علشان ما يلزقش في الصاج بتاعك. بنزل بقى بشوية من تتبيلة السمك، بتبل الخضار برضو بتاعي. تمام.
عشان يبقى الخضار بتاعي فيه التتبيله. انا مش عارفه اقول لكم قد ايه الخضار ده اللي بيبقى تحت السمك بيغنيكي جدا انك تعملي شويه سلطه او شويه طحينه. هو بديل بجد حلوه جدا، وتقلبي كده تدعكي بقى كله مع بعض وكده. يا خرابي على الجمال واديله. انا من عشاق السي فود، اي حاجه فيها سي فود جامده. ولازم تعمليه لبيتك وتاكلي اولادك على الاقل 3 مرات في الاسبوع، لان ده اوميجا 3، يعني بينشط الذاكره، مفيد للجسم والعضلات والعظام والبروتينات. بصوا بقى هنا اهو ده بقية الخضار. الاول بقى هنزل بقى بتتبيلة السمك نفسها، وادهن بقى من بره ومن جوه ومن كله، وفي الحتت اللي انا فاتحيها. ومش هنسى وتدخلي برضو في راس السمك، بحط واحدة عكس واحدة عشان يبقى في مكان. بقية التتبيلة بقى بتاعتي بحطها كده على الوش، وبتسيبيه مثلا بتاع ساعة. لو بتعملي حاجة مثلا في الشقة تنضفي، تعملي حبة الرز مش عارفة ايه، سيبيه شوية يتطعم. كأنك زي ما بتعملي الفراخ. احنا لما بنعمل الفراخ بنسيبها تتطعم شوية بالتتبيلة عشان يبقى فيها طعمها، وهيطلع معاكي زي الفل وقمر وجميل، وهيعجبك وهيعجب الاولاد واخر جمال. وبقية الخضار بقى على الوش اللي هيتبقى على الوش او من جوه او من كله هيطعم، كله هيدوب وهيبقى جميل قوي 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 قوي. واهم حاجة وهو بينضف السمك او انتي تقوليله شيل الحتة اللي بتبقى ممررة في السمك، لان ممكن وانتي بتاكلي تحسي بيها. بس كده، قشر السمك ده كذواق يعني، وحبة زيت كده على الوش علشان يدي ايه اللون الحلو كده الذهبي، واديله مع حبة بقى رز صيادية وبألف هنا. وكده بقى كان السمك بتاعي طلع من الفرن وكان جميل ولذيذ، وشايفين لونه عامل ازاي. تاكليه بألف هنا واعمليه بجد هيعجبك وهيعجب اولادك. ولازم تاكلي ضروري اي نوع سمك 3 مرات او مرتين في الاسبوع، مهم جدا لصحتنا وصحة اولادنا. يلا مع السلامة. وكده وصفتي خلصت النهاردة، ويا رب تعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.